صباح الورد والياسمين، يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايبة لكم فيديو خطير، كل الناس هتحبه، الأطفال والكبار الكل هيحبوا ويعشقوا، وهتعمليه كل يوم من سهولته وحلاوته القمر. النهاردة هنعمل التشيكن رول. النهاردة هنعمل رولات بالفراخ، هنعمل العجينة وهنعمل حشوة الفراخ. رهيبة رهيبة رهيبة، ومفيش أسهل من كده. مبدئيا هنعمل العيش اللي هنعمل بيه الرول. انا هعمل بس 1/4 كيلو من الدقيق علشان على كد الغدا بس، مش عايزة اعمل كتير واخليه في التلاجة. 1/4 كيلو دقيق، حطيت عليه رشة ملح وشوية مية، وابدأ اعجن واضيف المية شوية بشوية لحد ما اوصل لقوام عجينة متماسكة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش عايزينها تكون عجينة طرية علشان ما تبوظش معانا، عايزينها كده تكون متماسكة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هبدأ اقطعها كور صغيرة خالص خالص، حوالي 40 جرام للكرة الواحدة. وبرضو يعني زي ما انتوا تحبوا، لو عايزين تكبروها شوية تمام، مفيش مشاكل، بس السايز بتاع الكرات دي ممتاز علشان يطلع لنا التشيكن رول الحجم بتاعه تمام، يعني مش كبير خالص ومش صغير، متوسط. هبدأ اكورهم بالشكل ده وهدهنهم دهنة خفيفة من الزيت، واسيبهم حوالي 5 دقايق بس العجينة ترتاح. طبعا احنا عجينتنا ما فيهاش لا خميرة ولا بيكنج باودر، فمش هتختمر ولا هترتفع، بس احنا عايزينها تريح شوية علشان لما نفردها تفرد معانا بكل سهولة. هغطيهم ببلاستيك راب علشان الوش بتاعهم ما ينشفش، وبالأخص انه العجينة بتاعتنا متماسكة شوية، فهتنشف اسرع من العجينة تكون طرية، فلازم نغطيها كويس خالص. طبعا احنا زي ما قلت لكم دهنينها بدهنة زيت خفيفة. انا طبعا في المرحلة دي لو عايزين تعملوا معايا 4، لو تكونوا متمكنين وهتقدروا تفصلهم من بعض تمام، مفيش مشاكل، اعملوا 4 كرات مع بعض. مش هتقدروا او ما جربتوش قبل كده، يفضل انكم تعملوها قطعتين بس من العجين. انا بفرد العجينة صغير زي ما انتوا شايفين، وبدهن دهنة زيت خفيفة ما بين العجينة والتانية، ويكون فرد العجينة كل القطع فرد متساوي علشان لما اجي افصلهم بعد ما يستووا يفصلوا معايا بكل سهولة. وفردتهم كويس خالص زي ما انتوا شايفين كده، وكنت مسخنة الفرن على درجة حرارة عالية، وبحطهم على الصينية وادخلهم الفرن. اول ما تلاقوا كده العيش بدأ ينفخ في الفرن كده، هو خلاص استوى، وهنبدأ نطلعه ونفصله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما قلت لكم، لو انتوا خايفين ما يتفصلوش معاكم، خلاص نعمل باتنين بس ونوفر كده سيكة الزيت علشان يفصلوا معانا بكل سهولة. هفصل العيش وهغطيه، هسيبه في فوطة نضيفة علشان ما ينشفش. اول ما يبرد خالص هنحطه في كيس بلاستيك علشان يفضل طري معانا ونعرف نلف بيه بعد كده السندوتشات بتاعتنا بالشكل ده. شايفين خفيف خالص، تحفة تحفة تحفة. العيش ده ممكن نعمل بيه حاجات كتير، ممكن نعمل كمان بالعيش بتاع الشاورما. الشاورما السوري ممكن نلف فيه الفراخ او اللحمة اللي انتوا حابينه، يعني العيش ده استخداماته كتيرة خالص. بعد ما خلصت كل العيش بتاعي هجيب الفراخ، هجيب صدور فراخ وهقطعها صغير خالص خالص. هنعمل بيها حشوة التشيكن رول. عايزة اقولكم الاكلة دي يعني احنا بنشتريها من برا رهيبة بس غالية، يعني العلبة ب20 دولار، ما فيهاش غير كده كم واحدة تشيكن رول، حوالي 12 واحدة، فغالية جدا. انا النهاردة بصدر فرخة واحد و1/4 كيلو دي هعمل اكبر كمية تشيكن رول، مش هتكلفني يعني 4 دولار 5 دولار. عملت كمية كبيرة، صينية كاملة عملتها من التشيكن رول بصدر فرخة واحد و1/4 كيلو من الدقيق ومكعب زبدة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. جبت طاسة عميقة على النار وحطيت فيها مكعب زبدة كده حلو، وبعد ما بدأت الزبدة تسيح نزلت بالفراخ. هفضل اقلب فيهم لحد ما الفراخ تبدأ تدخل في السوا، بما انه احنا مقطعينها صغير خالص فمش هتاخد 3 دقايق وتكون استوت. بعد ما خلاص لون الفراخ غير وتأكدنا ان هي بدأت تدخل في السوا، هضيف لها بس ملح وفلفل اسود، وهفضل اقلبها لمدة حوالي بس دقيقتين. وبعد ما اديناها حوالي دقيقتين على النار، بعد ما ضفنا الملح والفلفل الاسود،
هبدأ أضيف باقي البهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي عبارة عن بابريكا وروزميري، بس روزميري جاف بس، مش هضيف أي إضافات تاني من البهارات. لو انتوا حابين تضيفوا أي إضافات مفيش مشاكل. وحطيت برضو كمان سيكة شطة. وبعد كده هضيف معلقة كبيرة من البافالو صوص، وهسيبهم مع بعض على النار يتشربوا من البافالو صوص، والفراخ تبدأ تتشرب من طعم البافالو صوص. بعد كده هفصل عليهم. طبعا كنت سبتهم حوالي 3 دقايق لحد ما الفراخ اتشربت البافالو صوص، وبعد كده فصلت عليهم. وبعد ما فصلت عليهم بحوالي دقيقتين ولا بتاع، بس هما لسه الفراخ سخنة والطاسة سخنة، ونزلت عليهم بشوية جبنة موتزاريلا، كمية كده محترمة على حسب الذوق طبعا. والعيش بتاعي برضو علشان احافظ على طراوته وغطيته بالبلاستيك راب. نبدأ نعمل التشيكن رول. حوالي معلقتين من الفراخ والجبنة، وهحشي بيهم العيش. طبعا العيش ده ممكن نعمله فرايد، ممكن نقليه في الزيت، او ممكن ندخله الفرن، او ممكن نعملوه في الاير فراير. انا عن نفسي هعمله في الفرن، اكتر طريقة صحية وكمان موفرة للزيت، بما انه الزيت غالي جدا فاحنا هنعمله في الفرن، اسهل طريقة وكمان صحية. حطيت حوالي معلقتين من الفراخ، وطبقت الجنبين بتوع العيش على الفراخ ولفيته بالشكل ده، وهسنده في الصينية. هعمل كل الكمية بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. وبعد كده هدهن العيش من بره بدهنة خفيفة بس من الزيت، علشان لما يدخل الفرن وياخد اللون يكون واخد لمعة حلوة مع اللون اللي واخده في الفرن. بس كده هدخله الفرن على درجة حرارة عالية، هياخد بالظبط حوالي 20 دقيقة في الفرن. هتطلعه واخد لون طعمه خطير، الفراخ من جوه جوسي، العيش من بره كريسبي، ملهوش حل. هنبدأ ندخله الفرن، وبعد كده نطلع نوريهولكم عامل ازاي. حاجة كده منتهى العظمة، ملهوش حل، طالع شكله قمر قمر قمر. عايزة اقولكم الاكلة دي كل الناس هتحبها، اطفال صغيرين ناس كبار كله هيحبوها. موفرة جدا، صحية، كمان طعمها مختلف، ملهاش حل. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد. واللي اول مرة يشوف قناتي ما ينساش يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. وما تنسوش تتابعوني على صفحة الفيسبوك مطبخ كامة. See you. باي باي.